السلام عليكم. اهلا بيكم في مطبخ مني. سمعتوا قبل كده عن خبز بيخسس وكمان مشبع جدا ومكوناته بسيطة؟ هنعمل النهاردة وصفة خبز بجد خطيرة، بجد حلوة جدا وطعمها لذيذ قوي. احلى حاجة ان الوصفة دي نباتي، يعني هنعملها من غير بيض، من غير منتجات البان، وكمان من غير دهون خالص، ولا سمنة ولا زبدة ولا زيت. هنعمل خبز بيساعد على انقاص الوزن، لان هو فيه مكون بيساعد كده على الشبع لفترة طويلة قوي. الوصفة دي مناسبة للدايت العادي، مناسبة لمرضى السكري، وكمان مناسبة لمرضى حساسية الجلوتين وحساسية الألبان وحساسية البيض. الخبز الجميل ده، يلا بينا نشوف طريقة العمل. هنبدأ دلوقتي بالطريقة على طول. هنجيب طبق كبير ونحط فيه أول حاجة كده بمعيار المعلقة الكبيرة القياسية أو معلقة الطعام، معلقتين كبار من بذور الكتان الصحيحة، يعني من غير طحن، معلقتين كبار. وبعد كده هنحط عليهم نص كوباية من المية المغلية، تكون مية مغلية، وهنسيبها شوية كده لغاية لما بذور الكتان تبدأ تطلع المادة اللزجة اللي فيها، زي ما هنشوف دلوقتي. يعني هنسيبها حوالي 10 دقايق كده، وده شكلها بعد ما عدى تقريبا 10 دقايق. بتبقى لزجة بالشكل ده كده. البديل بتاع بذر الكتان وهيكون نفس الفعالية هي بذور الشيا. هنحط معلقتين كبار من بذور الشيا، وتعملوا برضو نفس الطريقة، تحطوا عليها نص كوباية من المية المغلية وتسيبوها شوية، وبعد كده تكملوا باقي الخطوات التانية. المكون التاني معانا هو السمسم، والسمسم هنا ملوش بديل غير اننا نحذفه من الوصفة. يعني وجوده ده علشان يعلي القيمة الغذائية، لان السمسم غني بالكالسيوم وكمان بيدي طعم حلو في الوصفة. لو مفيش سمسم شيلوه من الوصفة، مفيش مشكلة. يعني بديل بذر الكتان بذور الشيا، وبديل السمسم ان احنا نحذفه من الوصفة لو مش موجود. هنقلبهم مع بعض بالشكل ده. شايفين القوام بتاعه بقى لازج خالص كده. المكون التالت معانا هو دقيق الذرة. انا عايزة اعمل الوصفة تكون خالية من الجلوتين، فانا هستعمل في الوصفة دقيق الذرة الاصفر. وطبعا دقيق الذرة بديل صحي جدا للدقيق الابيض، وكمان مناسب لمرضى السكري على حسب طبيعة جسمهم. يعني في مرضى سكري دقيق الذرة مناسب ليهم، وفي مرضى سكري غير مناسب ليهم، يعني على حسب طبيعة الجسم. هنحتاج كوب عياري الكبير اللي هو سعة 250 ملي من دقيق الذرة. طيب ايه بديل دقيق الذرة؟ ممكن نحط دقيق الشوفان، او ممكن كمان نحط دقيق الحمص، او دقيق الترمس الحلو، على حسب ما انتوا عايزين، او على حسب المتاح عندكم. وتمشي برضو على نفس الطريقة كده. اهم حاجة توصلوا للقوام زي الفيديو. دلوقتي بعد ما حطيت كوب عياري مليان من دقيق الذرة، هنقلب بقى دلوقتي الحاجات دي مع بعض بالشكل ده كده لغاية لما يختلطوا كويس. بس الأول أنا حطيت تقريبا نص معلقة صغيرة من الملح، وبعد كده قلبتهم مع بعض. بعد ما قلبتهم مع بعض هنعجنهم بقى دلوقتي بالمية. أنا مجهزة معايا مج الشاي العادي ده فيه مية مغلية. هنحط المية بالتدريج ونقلب بالشكل ده. للناس اللي هتقولي ما عنديش أكواب عيارية، الكوب العياري اللي كنت حاطه فيه دقيق الذرة هو نفس سعة المج اللي انا ماسكاه في ايدي ده، يعني الاتنين نفس الحجم. دلوقتي بعد ما حطيت المية، الكمية دي هتاخد مننا كوب من المية، وتكون مية مغلية، تكون سخنة او مغلية يعني، علشان برضو تفعل بذر الكتان اكتر. وهنبدأ بقى نقلبهم مع بعض بالشكل ده كده لغاية لما يختلطوا مع بعض، وبيكون القوام بتاع العجينة بيلزق كده شوية زي ما هنشوف دلوقتي. خلاص كده بتكون جاهزة معانا بقى دلوقتي ان احنا نجهز الخبز. لو تلاحظوا انا ما حطيتش لا خميرة ولا بيكنج باودر ولا اي حاجة. هنعمل بقى دلوقتي الخبز على طول. هنجيب صينية او صاج كده ونحط عليها ورقة زبدة تكون نوع كويس. انا حابة ان انا اعمل الخبز ده على شكل فورمة تكون حجمها متوسط. ممكن تفردوا العجينة كلها وتقطعوها مثلثات او مربعات زي ما تحبوا، لكن انا حبيت ان انا اعمله على شكل كده خبز صغير او رغيف صغير. فجبت بقى دلوقتي الفورمه دي كده، وهبدا ان انا احط الخليط. شايفين بيكون بيلزق كده، ما تحاولوش تفردوه بايديكم عشان ما يلزقش، بظهر المعلقه، وتبداوا ان انتوا تظبطوه بالشكل ده كده. دي اول واحده بتكون جاهزه معانا. هعمل برضو واحده تانية بنفس الطريقه كده. لو عندكم اي شكل عايزين تعملوا على شكل الخبز مفيش اي مشكله، هو في الاخر بيطلع متماسك معانا زي ما شفنا كده في اول الفيديو. هكمل بقى دلوقتي باقي الكمية بنفس الطريقة كده لغاية لما اخلصها كلها. وهنا خلاص بعد ما خلصت الكمية كلها ادتنا 11 واحدة من الخبز بالحجم ده. بيكون معانا بقى بالشكل ده خلاص كده جاهز.
هناخد بقى دلوقتي الخبز ده وندخله الفرن. انا مش هحط عليه اي حاجة تانية. لو عايزين ان انتوا تحطوا اي حاجة مثلا زعتر او تحطوا سماق او تحطوا اي حاجة زي ما تحبوا، لكن انا هخلي الخبز كده بالثلاث مكونات اللي انا عملتهم. دلوقتي خلاص بيكون جاهز معانا بقى الخبز ان هو يدخل الفرن. عملنا 11 خبز بالحجم ده كده. هيدخل على فرن سخن على درجة حرارة 180 في الرف الأوسط من الفرن. بيقعد بالظبط 20 دقيقة مش أكتر من كده. أول ما يبدأ إن هو يتحمر كده من الجوانب، بعد كده بنشغل الشواية علشان نحمر الوش بتاعه، وبيطلع معانا بقى زي ما هنشوف دلوقتي. شايفين ما شاء الله الخبز جميل جدا ومستوي ومتماسك وطعمه حلو قوي قوي. إن شاء الله الوصفة دي هتعجبكم جدا. هنسيبه بس يبرد شوية بسيط كده، وبعد كده هنبدأ إن احنا نقدمه. وانا قدمته بطريقة بسيطة كده. شايفين ما شاء الله شكله جميل جدا ويفتح النفس ومشبع جدا جدا. ده بسبب بذر الكتان، وكمان غني بالكالسيوم. ده بسبب كمان السمسم. الوصفة مكوناتها بسيطة وطعمه حلو قوي، وممكن كمان نعمل منه احلى واجمل ساندويتش. جبت بقى دلوقتي معلقة كبيرة كده من الجبنة او اللبنة او اي حاجة انتوا بتحبوها، وبعد كده حطيت شريحة من الطماطم، وهاخد شريحة تانية من الخبز واحط عليها برضو جبنة او لبنة كده، وبعد كده هنحط الخبز على بعضه وبيكون جاهز معانا احلى واجمل ساندويتش. الشريحة الواحدة من الخبز ده 38 سعر حراري بس. طعمه جميل جدا بجد. الوصفة سهلة وطعم الخبز حلو قوي قوي وسهل وسريع التحضير. السعرات الحرارية للكمية كلها 422 سعر حراري. يعني لو عملته زي ما عملت كده بالظبط، كوب من دقيق الذرة وكمان معلقتين من بذر الكتان ومعلقتين من السمسم، السعرات الحرارية للكمية كلها 422 سعر حراري. عملنا 11 خبز بالحجم المتوسط ده، هتكون الخبزة الواحدة سعراتها 38 سعر حراري بس. يعني ناكل شريحة او 2 او 3 او حتى 4، مفيش اي مشكلة. سعراته الحرارية قليلة جدا، ولان في بذر الكتان فده بيساعد على الشبع لفترة طويلة قوي، وطعمه بجد خطير. وصفة سهلة من 3 مكونات. خبز صحي مناسب للدايت العادي، وكمان مناسب لمرضى السكري وحساسية الجلوتين وحساسية البيض، وطبعا مناسب لحساسية الألبان. طريقة الحفظ ان احنا ممكن نحطه في التلاجة كده، مفيش اي مشكلة، هيفضل بشكله كده ويكون طري لغاية لما نخلص الكمية كلها. الوصفة دي ووصفات كتير تانية هتلاقوها على قناتي مطبخ منى على اليوتيوب. وصفات لكل انواع الدايت، وصفات كتير للكيتو دايت والمرضى السكري. لو مهتمين بالاكل الصحي وعايزين وصفات كتير متنوعة وكمان محسوبة السعرات الحرارية للقطعة وللكمية كلها، ما تنسوش تشتركوا على قناتي وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد من فيديوهاتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.